2 3. انتصرت! ربحت المقابلة، فزت عليهم جميعا، سأصبح يوما ما لاعبا مشهورا مثل كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، ولكن يجب أن أكون ناجحا في دراستي كي أتمكن من تحقيق أحلامي. هيا إلى العمل إذن، فلا مجال لإضاعة الوقت. بماذا أبدأ؟ سأنجز بحثا كلفنا به المعلم حول شخصية ساهمت في الرقي ببلادنا وخلدت أسماءها بأحرف من ذهب. جوجل، ويكيبيديا، شخصيات تونسية. ما شاء الله، ما هذا العدد الهائل من الشخصيات؟ من أين سأبدأ؟ ابدأ بي، فأنا عليسة أشهر منار على علم وصاحبة فضل على هذا البلد العزيز. ومن منكم لا يعرف عليسة ابنة ملك صورة، فقد غادرت موطني الأصلي بلبنان بعد أن استولى أخي بيج مليون على الحكم وقتل زوجي عاشر باط، وبعد رحلة بحرية مطولة أرست سفني على ساحل البلاد التونسية، وهناك أسست واحدة من أشهر المدن عبر التاريخ، مدينة قرطاج، أسستها سنة 814 قبل الميلاد، وكانت تلك نقطة الانطلاق لبناء حضارة متطورة قائمة على الملاحة والتجارة بين شرق البحر الأبيض المتوسط وغربه. رويدك يا أيتها الملكة، رويدك. أنصحك يا بني أن تبدأ بي، فأنا عبد الرحمن بن خلدون، المؤرخ ورائد علم الاجتماع الحديث. تركت تراثا ما زال تأثيره ممتدا إلى اليوم، وأنا من مواليد عام 32 و300 وألف ميلادي، وقد عشت بتونس في العهد الحفصي، وقضيت عمري متنقلا بين تونس والجزائر والمغرب الأقصى باحثا عن العلم. ودرست بجامعة الزيتونة، وعملت أيضا بمصر بوصفي فقيها، وقد أنشأت الكثير من الكتب، ومن أهمها كتاب المقدمة وكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر بأيام العرب والعجم والبربر ومن عاصره من ذوي السلطان الأكبر. بنية، أدعوك لاختياري. أنا الأميرة عزيزة عثمان زوجة حمود باشا، وقد عرفت بإحساني، فبعد أن أديت فريضة الحج وبعد عودتي أعتقت ما لدي من عبيد، ثم اتجهت للأعمال الإنسانية، وقد تركت كل أملاكي لإنجاز العديد من المشاريع الخيرية الدينية، ومن بينها عفق العبيد وإعادة العجز وقراءة القرآن الكريم وختم أبناء الفقراء وتجهيز الفتيات الفقيرات للزواج. وتخليدا لكل هذه الأعمال أطلق اسمي على أحد أقدم مستشفيات مدينة تونس، وهو مستشفى عزيزة عثمان، وعلى بعض الأنهج والشوارع. أنا متأكدا أنك لن تختار أحدا سواه، فمن منكم لن ينشد يوما إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أنا قائل هذا البيت وغيره من القصائد الجميلة. أنا الشاعر أبو القاسم الشابي، شاعر الخضراء كما لقبني بعضهم. ولدت سنة 1909 بتوزر، أين أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا بالتاسعة من عمري بفضل عزيمتي. فمن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وتعلمت أصول العربية في 11 من عمري، ودخلت كلية الزيتونة في بداية 12، ونظمت أول قصيدة وأنا في 14. هيا يا صديقي، لا تتردد، انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. توقفوا، لا تتخاصموا، والله عجزت عن الاختيار، ولكل واحد منكم دور هام في بناء هذا الوطن الغالي، ونحن نكن لكم كل الاحترام، ولا زلنا نتذكركم بكل خير، أنتم وأمثالكم ممن نفع البلاد والعباد من حنابال إلى حشاد. وما بحثي هذا إلا تكريم لكم ودعوة لهؤلاء التلاميذ إلى العمل والكد والنجاح في الدراسة، لتصبحوا يوما ما حماة للوطن. عساكم تردون شيئا من أفضاله عليكم، فحب الوطن من الإيمان، ولا عاش في تونس من خانه.